تعالوا مشتاقة لكم وبجد الكرة الأرضية. تعرفون إنه أنا صار لي شهر تقريبا غايبة. آخر فيديو نزلته قلت بيه إنه أنا حامل ثم اختفيت. سبب الاختفاء أكيد هسه عرفتوه من عنوان الفيديو. شهر كامل ولا زالت طبعا، بس هسه الحمد لله أنا أحسن. وتخيلوا هسه اليوم يلا قدرت أفتح الكاميرا وأصور الفيديو، أو يلا قدرت إنه على الأقل ألزم التليفون. حرفيا كل أعراض وحامل اللي ممكن تتخيلوها بالعالم اجتني، ما عدا شغلة واحدة ما اريد اقول لكم عليها وتقرف تلعب نفسكم ويجي. المهم مريت بشهر ما يعلم به الا ربنا، كله من وراء سمسوم هو يعني هو لا ذكر ولا انثى. بس هسه اقول لكم اوقفوا، خلي اكمل هذا البارت بعدين نجي على سمسم. المهم الحمد لله وشكر، عديت بشهر يعني كنت بس اريد انام بيه من وراء التعب ومن وراء الوجع ومن وراء كل هاي الاشياءات. الحمد لله اليوم صرت احسن، يعني اقدر اقول هاي الايام اللي فاتت صار لي كم يوم احسن، بس اليوم يلا قلت يلا خلي اتشجع واقوم اصور فيديو واطمن حبايبي اللي يدزوا لي هواي مسجات على يوتيوب، يعني تعليقات على يوتيوب. الحمد لله شكر هسه اجتني القوة انه شنو ارجع لليوتيوب. سمسم، من هو سمسم؟ وليش سمسم؟ اوكي، سمسم هذا اكو تطبيقات مال حمل نزلتها على تليفوني، فمن ضمنها اول ما نزلت هذا التطبيق كان يقول لي انه حجم الجنين الان يعادل حجم السمسمايه. اوكي، فاني من ذيك اللحظه لحد هاي اللحظه اني اسميه سمسم، مع انه هو كبر صار فستقايه وراها صار بقد الفراولايه ما اعرف ايش قد. فاني بقى معلق بدماغي اسم سمسم، ويعني بقينا انا وابو الزوز نقول سمسم، ابو سمسم، ام سمسم. فبس لحد هسه احنا ما نعرف بنوته او ولد. طبعا مو معناها انه انا لابسه وردي يعني لازم انتظر بنيه او اريد بنيه او هيجي، لا. اني دائما اقول اللهم اختر لنا ولا تخيرنا، لانه اختيارات رب العالمين دائما تكون احسن من اختياراتنا. الحمد لله وشكر. فاذا يجي ولد يعني راح أكون أسعد الناس، وإذا جتي بنية راح أكون أسعد الناس. والاثنين إحنا محضرين لهم أسماء بس ما راح أقول لكم عليها، وبعدين أقول لكم عليها. صارت هواي أحداث بهذا الشهر، بس والله العظيم هسه كل اللي دا أتذكر من عنده إنه أنا نايمة ودا أتوجع، أو نايمة ودايخة، أو نايمة وهيجي. فدا أحس إنه هذا الشهر عدى بسرعة، لأنه أنا ما سويت بيه أحداث، بس العالم صار بيه هواي أحداث. تعرفون كرة القدم وكأس العالم ما أعرف شنو، فخطية همين أبو الزوز عاف قنواته وعاف كل شي من ورايا، لأن كان يهتم بيه وهيجي. لأن تعرفون يعني فترة الحمل محتاجة يعني لازم يكون بصف. فهاي الفترة فاتت كنت كلها يم بيت خالة أم ظفر، فهي اللي كانت خطية. يعني مثلا يروح الشغل هي تطبخ له، هي ما أعرف شنو، أنا ما كنت أقدر أتحرك. بس سبحان الله يعني حسيت بهاي الأشهر إنه ترى يعني الأمومة شيء أبدا مو سهل. انتي يعني دا تستحملين اوكي، بس مو بالمعنى المو زين، دا تستحملين كل هاي السوالف وكل هاي الأعراض على مود كتكوت صغنوني راح يجي، وانتي مستعدة انه تضحين بعد أكثر وأكثر رغم الوجع ورغم كل شيء على مود عيونه، ومستعدة تطين بعد النوم. هنا اللي هو الواحد يتأذى ويقول للي قدامه مثلا، يقول له ما يخالف أذيني النوب بس هذا يكون بخير، أذيني النوب بس خليه يكبر، أذيني النوب بس خليه ما أعرف شنو. فسبحان الله يعني صدق يعني أنا صح بعدني يعني ما جربت أي شيء من هاي اللي هي إنه جنين ينولد وأهتم بيه وأسهر وما أعرف شنو. بس دا أحس إنه أنا أريد أقدم، يعني إنه أنا أريد أوكي إنه أنا راح أستحمل على مود سمسومي. سمسومي معقولة راح يجي يوم من الأيام وتشوف هذا الفيديو؟ أوه ماي جاد. طبعا يا جماعة أني خلصت شهر الثاني الحمد لله وشكر. هو هذا الشهر اللي تجي بيه كل الأعراض وهيج، وطبعا الشهر الثالث همين تجي بيه الأعراض. فهي مثل المراحل. حاليا أنا دا أمر بمرحلة الصداع، دا يجيني صداع مثل الشقيقة، بحيث مرات من تجيني الأتاك مالته يعني الضوء من يجي بعيني أتكهرب، يعني يصير شي بدماغي أقوم أصيح من الوجع. فيا سمسوم أو يا سمسمة، يعني هو سمسم للولد والبنية. فيا سمسوم، هسه سمسم من يشوف الفيديو بالمستقبل يقول هي جاية تزلني ولا ايه؟ شفت عيونك حياتي عمري، انتي او انت ابوسكم.
وحبيت أخلي هذا الفيديو ذكرى، وحبيت إنه كل شهر من أشهر الحمل مالتي أسوي مثل ملخص الشهر، وأخلي ذكرى تكون كلش حلوة وتخبل على مود هذا يعني لحد نهاية الحمل إن شاء الله. طبعا تعرفون إنه أول 3 أشهر هي اللي تكون بيها ريسك، لا سمح الله إنه يصير يعني إجهاض لا سمح الله، أو يصير مثلا مشاكل بالحمل وهيج. فشكرا، أشكركم كل شوي على دعواتكم، يا رب يمن يثبت الحمل للأخير، ويا رب نشوف سمسم على خير. طبعا هذا الاسم أريدكم تحفظوه، بس يكون هيجي اسم يعني مؤقت، إنما اسمه الحقيقي لا، راح يعني إن شاء الله تعرفوا بعد فترة سواء بنوتة أو ولد. أتمنى أكيد بس إنه ينولد بخير وصحة وسلامة، من دون أي مشاكل، من دون أي أمراض، من دون أي عيوب. شنو بعد؟ حاسة إنه أريد أحكي هواي، لأنه حرفيا الشهر اللي فات كنت ساكتة طول النهار، كنت نايمة وساكتة. فإن شاء الله راح أرجع أنزل لكم فيديوهات روتيني إيش راح أسوي باليوم. طبعا بيتي البارحة يلا رجعت له، صار لي شهر تاركته، فهمي راح أرجع أسوي روتينات وأشياءات مال حوامل تعرفون. وهمين نرجع الفيديوهات التحفيزية، لأن أنا همين لازم أدرس على مود تعرفون عندي معادلة طبية، ولأنه بالنسبة إلي متابعيني صراحة مو مجرد أرقام أو متابعين أو هيجي، فدائما أحب أشارك وياكم هاي اللحظات الحلوة، لأن أنا أموت عليكم وأموت على كلامكم الحلو. أغلبكم همين كانوا وياي من بداية مشواري من قبل ما أتزوج إذا تتذكرون، فدائما يكتبوا لي بنات إنه طيبة إحنا ما مصدقين إنه أنتي تزوجتي وانخطبتي وبعدين هسه حملتي، وهذا كله إحنا يعني نرافقك وكأنما أنتي صديقتنا وكأنما أنتي وحدة من عائلتنا. فصراحة شعور كلش حلو إنه إحنا وياكم بهذا المشوار. إن شاء الله تكبر عائلتنا أكثر، إن شاء الله تشوفون سمسم همين. كلش متحمسة لهاي الأشهر الجاية، راح أتحول من متزوجة إلى أم. دا أحسها مرحلة كلش مختلفة عن اللي أنا بيها هسه حاليا، ومسؤولية كلش كبيرة، بس يعني I'm ready إن شاء الله to do my best. حبيت بس أطمنكم عليه وأقول لكم إنه أنا راجعة إن شاء الله كل أسبوع راح أنزل أكثر من فيديو بإذن الله. يا ربي بس يعطيني الصحة، يعني إنه ما أدري بأي لحظة ممكن. أشوفكم الفيديو الجاي، أحبكم أموت عليكم كلش هواية. أشوفكم الفيديو الجاي، كانت وياكم طيبة عماد، سلام. لا تنسون تتابعوني على قناتنا، قناة طيبة وظفر، راح ننزل بيها فيديو يجنن يخص سمسوم. قناة طيبة وظفر هيادها. أشوفكم الفيديو الجاي، سلام.